مرحبا حبايبي، بدي أعمل اليوم حشوة البيتزا بالهوت دوغ. عندك هوت دوغ، فليفلة ملونة هون. بالمفرمة البصل طحنت بصل وفلفل أخضر وثومة، وحطيت بالمقلة شوية زيت، وهي رشيت عليهم شوية ملح وبحركهم لحد ما يتدبل البصل. ما تكتر ملح لأنه أنا بحط كاري وبحط ماجي كمان باودر، فالكاري بيعطي شوية ملوحة. هون بدي أحط الفليفلة، حطيت فليفلة حمرا وصفرة وخضرة. طبعا الفليفلة ما بدي أدبلها كتير لأنه رح يتغير اللون، فأنا بدي تحتفظ بلونها هذا الحلو. بحركها بس يعني تقريبا، يعني بدها 10 دقايق أو أقل، وعادي لو ضلت قرشة الفليفلة فيها. هون حطيت البهارات حطيت ماجي باودر، كاري، كزبرة، اللهم صل على سيدنا محمد، ماجي كمان باودر، كمون، فلفل أسمر، وحركتهم. هسا بضيف الهوت دوغ بضيفه متى؟ بس أطفي عن الفليفلة، لأنه أنا ما بدي أطبخه، لأنه هو تقريبا مطبوخ فما بدي أطبخه. بس بضيفه، بس أطفي عن الفليفلة وبحركه شوي وبدوق، بشوف إذا بده شوية ملح، بده شوية كاري. هون إيش حطيت؟ أضفت إضافة من عندي اللي هو باربيكيو صوص، أعطاها كتير نكهة، رغم إنه هذا الهوت دوغ مدخن وعلينا وعليكم بالعافية.